الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا. في 14 من شهر إبريل الأول من شهر إبريل لعام 1494 حصلت اعتقالات كثيرة في إريتريا لكثير من المظلومين ما بين علماء ومفكرين وتجار ومؤثرين. هذا الاعتقال حصل في عدة سنوات أخرى أيضا، وهو حدث عظيم منذ 35 سنة. سنتحدث في هذه الحلقة عن هؤلاء المعتقلين، لماذا اعتقلوا، وهل هم فعلا معتقلي رأي، وكذلك هو اليوم قد وصلنا إلى 35 سنة. ما الجهود التي بذلت من أجل الإفراج عنهم إن كانوا أحياء، أو محاكمتهم إن كانوا أموات، إن كانوا محاكمة من ظلمهم ومعرفة قضاياهم إن كانوا أموات. كذلك ما موقف الأمم المتحدة والمنظمات القانونية من هؤلاء المعتقلين منذ أن استقلت إريتريا، وما زال النظام يعتقل كثيرا من الشعب الإريتري دون محاكمة. ونحن نعيش كما يقولون ويزعمون في زمن العدالة والحرية، فأين دور الأمم المتحدة، وأين دور الجامعة العربية ودور دول الخليج وغيرهم من هؤلاء المعتقلين المظلومين لأكثر من 35 سنة؟ وهل لا يزال هذا الاعتقال مستمر في النظام الإريتري أو لا؟ كذلك متى ستتوقف هذه الاعتقالات التعسفية؟ أصفها بالتعسفية لأنها ليس لها سبب واضح، وأن النظام يعتقل ولا يذكر السبب، وكذلك أحيانا لا يعترف بأنه اعتقل أو اختطف شخصا ما. لذلك هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على فضيلة الدكتور الحقوقي المحامي الدولي عمر محمود، لنتحدث معه حول هذه المحاور. باسمكم جميعا أرحب به، فأهلا وسهلا فضيلة الدكتور. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين المكرمين، وبعد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبعد. الإخوة المشاهدين والمشاهدات لقناة السلام الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكرر شكري لقناة السلام الفضائية وفضيلة الشيخ برهان على إتاحتكم لي هذه الفرصة للتحدث في هذه المناسبة، وهي إحياء يوم المعتقل الإريتري. كنا نتناقش قبل الهواء أنا والشيخ برهان، هل نسمي هذه المناسبة يوم المعتقل؟ أنا أسميها يوم المختطف الإريتري. يوم المختطف، هذا الاختطاف الذي فإذا أطلقنا عليها لفظ معتقل مثلا
الاعتقال يوحي للوهلة الأولى بأن الاعتقال هو بشكل قانوني، وإذا اعتقل شخص ربما يقدم لمحاكمة طبقا لبعض القوانين وبعض الدساتير لبعض الدول، بعضها يوجب المحاكمة خلال 48 ساعة وبعضها يمكن 10 أيام، أسبوع، كذا. أما هذا الاختطاف الذي حل بأهلنا في إريتريا ومشايخنا وعلمائنا والعمال والفلاحين والتجار، الهجمة الشرسة المسعورة التي شناها هذا النظام بعد مجيئه إلى المدن الإريترية في مايو عام 1991، فلا يمكن أن نطلق عليها لفظ اعتقال، لأن الاعتقال لازم يجب وفقا لشروط معينة وتتاح للمتهم شروط معينة وحقوق معينة. لا توجد حقوق لهؤلاء المخطوفين، بل لا يعلم ذويهم عنهم أين هم، إذا كانوا أحياء أم أموات. فبإذن الله سوف نفصل أكثر إن شاء الله في لاحقا عن إذا كان شروط الاعتقال وماذا نطلق لهؤلاء المخطوفين الذين مرت عليهم أكثر من 35 عاما ولا يعلم ذويهم عنهم شيئا. فإن شاء الله سوف نتحدث بتفصيل أكثر بإذن الله. جميل. إذا أنت تسميهم المختطفين ولا تسميهم المعتقلين. نعم. وهذا تعبير جديد وطرح جديد. أرجو أن الجهات المعنية والصحف ورجال الإعلام أن ينتبهوا لهذا الموضوع ويجعلوه في بالهم. نعم. السؤال الثاني. نعم. دكتور محمود. نعم. ما سبب اعتقال هؤلاء ولماذا الدولة لم تحاكمهم حتى اليوم؟ نعم، سؤال جميل جدا. سبب الاعتقال، الآراء تتباين في سبب اعتقال هؤلاء، لكن إذا ذكرنا مثال واحد، اعتقال القاضي محمد مرانت، والذي اعتقلته العصابات في بدايتها. أول ما دخلوا المدن، أول ما دخلوا أسمرة، كان لهم يعني لوائح أو لست معين لاعتقال الرموز الإسلامية. اعتقال الرموز الإسلامية من القضاة والمشايخ والعلماء كان لهم يعني أسماء معينة، فما في سبب واضح لهذا الاختطاف الذي تعرض له الرموز من المشايخ والعلماء والقضاة والمعلمين والمدرسين. لا يوجد سبب واضح، لكن هذه العصابة بعد دخلت إلى المدن الإريترية. العصابة أنا حطلق بالمناسبة الألفاظ مهمة جدا كما ذكر الشيخ برهان. طبعا نحن أطلقنا على هؤلاء المختطفين ولم نطلق عليهم المعتقلين، سميوا المعتقلين مجازا، لكن الألفاظ مهمة جدا أيها الإخوة والأخوات. ففي البداية في حرب غزة لو تتذكروا عام 2023 أكتوبر 7 23، بعد الوسائل الإعلام كانت تطلق على الحرب هذه حرب غزة، لكن يعني رويدا أطلق عليها حرب الإبادة الجماعية. هذا اللفظ الإبادة الجماعية انتشر في كل القنوات، حتى القنوات الغربية أصبحت تطلق ما كان يجري في غزة حرب إبادة جماعية. فالألفاظ مهمة جدا في هذه الخصوصية بالذات يعني. فنحن نطلق على هؤلاء المختطفين. أنا أطلق عصابة الأندنت، وأطلقت عليها طبعا في حلقاتي الكثيرة عصابة الأندنت اللي هي كانت تسمى الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا، وما كانت إلا هي نسخة ثانية للأندنت التي بدأت في عام 1941 ثم غيرت اسمها وجلدها بعد هلاك المغبور هيلة سلاسي في العام 1974. وكما نعلم هو هيلة سلاسي كان الداعم الرئيسي وولي نعمة الأندنت، وكانوا هم عبارة عن جزم وخدم في أرجل المغبور هيلة سلاسي. طيب هؤلاء هذه العصابة لما دخلت إلى المدن الإريترية في بداية ما يسمى الاستقلال عام 1991 كان لها أهداف محددة، ومنها أنا أطلق على هذا الكلام على هذا الاختطاف حرب الإبادة الجماعية التي بدأت في بداية 91 ضد المكون المسلم من الشعب الإريتري. ماذا تريد؟ إذا كان هذه العصابة استهدفت الرموز لأي مجتمع، إذا أردت تدمير مجتمع معين فيجب عليك تدمير الرموز الأساسية والكبار والمحترمين والأعيان والوجهاء في المجتمع. وهذا ما بدأت به عصابة الأندنت في بداية عام 1991. لا نرى شيئا، لأن معظم هؤلاء لا يدرون لماذا خطفوا، ومعظمهم خطفوا
إما من بيوتهم بالليل أو في ساعات الفجر الأولى، إما من معاهدهم، إما من مدارسهم، إما من حقولهم المزارعين حتى، وإما التجار من أماكن من أسواقهم، من أماكن مختلفة تم الاعتقال. طيب دكتور. لا يوجد سبب محدد للاعتقال إلا أنه هذا النظام أو هذه العصابة كان لها هدف، وهو تجفيف منابع المسلمين في إريتريا، والذي طيب مستمر حتى هذه اللحظة. طيب دكتور أحسن الله إليك، نجد أن معتقلي الرأي في 2001 لديهم يعني من يدافع عنهم في وسائل الإعلام. أما معتقلي 1994 فلا وجود لهم في وسائل الإعلام. يعني مثلا وسائل الإعلام الكبرى، قناة الجزيرة، الحدث، العربية، CNN، الBBC، الTRT، كل هذه القنوات الضخمة لا تتحدث عن هؤلاء، بل حتى القنوات أيضا الأفريقية، القنوات الأفريقية، قنوات مثلا في جيبوتي، في الصومال، في أثيوبيا، لا تتحدث عن هذا. لماذا هناك حديث إلى حد ما من رجال الإعلام الإريتريين عن معتقلي 2001 الذين أنت تسميهم المجموعة ال15. أما معتقلي 1994 ومعظمهم من الشيوخ والدعاة فلا بواكي لهم. سؤال جميل جدا. نعم، يعني نحن يجب أن نلوم أنفسنا قبل لوم الآخرين. الشيخ برهان، جميل. طيب القنوات هذه مثل قناة الجزيرة والعربية التي ذكرتها هي لا تصنع الأحداث، يصنع لها الأحداث، تصنع لها ثم تأتي للاستفادة من الأحداث. نحن كإريتريين مسلمين في الخارج مقصرين في هذا الجانب. الآن هذا الاحتفال أو هذا أنا لا أسميه احتفال، إنما هذه الذكرى الأليمة والتي تتجدد ليس كل عام بالمناسبة. هذا الاعتقال يتجدد كل شهر وكل يوم وكل ساعة وكل دقيقة لدى أسر هؤلاء المخطوفين. هل تخيلتم أيها الإخوة والأخوات، هل تخيلتم بأنكم كنتم منتظرين حبيب لديكم ولم يأتي؟ كنتم تنتظرون طرقة الباب من هذا الحبيب والذي استمر غيابه لأكثر من 35 عاما. هؤلاء الشرفاء الذين هم يعتبرون تيجان رؤوسنا، هؤلاء المعتقلين، نتخيل نحن الآن هؤلاء لهم زوجات، لهم أبناء ولهم بنات ولهم أهل ولهم كذا. هؤلاء أهلهم يعني منتظرينهم لأكثر من 30 عاما، ينتظرون طرق الباب. أين هم؟ إذا كانوا أحياء، إذا كانوا أموات، يريدون أن يعرفوا. هل تخيلتم مكان واحد منهم هؤلاء المعتقلين أيها الأخوة والأخوات؟ هذه اللحظات التي تعيشها أسر المخطوفين لحظات لا يمكن أن يتخيلها عقل بالمناسبة. يعني هؤلاء يعني شيء لا يخيل لأحد. نعم، نحن الآن هذه الذكرى التي يحتفل بها عدد قليل بدأها الشيخ أبو الرشيد الشيخ محمد جمعة يمكن من 6-7 سنوات جزاه الله خير. والآن أنا أرجو هذه بداية من هذه السنة، أرجو كل التنسيقيات الإريترية التي بدأت في الصيف الماضي بعد اعتقال الشيخ آدم شعبان أن ينطلقوا أمام أوكار هذه العصابة، لا أطلق عليها والتي يطلق عليها مجازا سفارات، هي ليست سفارات، هي أوكار للتجسس والتسول. يجب علينا كلنا بدون استثناء. في واحد ممكن يقول لك والله أنا الناس هذول المعتقلين ما عندي بهم علاقة. والله سوف يأتي إليك هذا الإجرام. لا، ما في أحد آمن عن هذا الإجرام بالمناسبة. اليوم ممكن تقول والله أنا عندي عمل وأنا عندي شغل وعندي مصلحة. سوف تفقد المصلحة وتفقد كرامتك وتفقد نفسك يوم من الأيام إذا لم تتحدث عن هؤلاء الشرفاء الذين ما في أحد يتحدث عنهم إلا نحن. طبعا القنوات القنوات التي ذكرتها شيخ برهان، قنوات الجزيرة وغيرها، نحن الذين نلح عليهم بأن يتحدثوا عن هؤلاء الشرفاء. يعني لا يمكن أن يأتونهم بنفسهم، قناة الجزيرة والعربية وغيرها. نحن الذين نصنع هذه الأحداث ونحن الذين نطلب منهم بأن يتحدثوا. هؤلاء السياسيين الذين إذا التقصير مننا نحن كشعب إريتري. نعم. جميل. ما الذي كان يجب علينا أن نعمله تجاه إخواننا المعتقلين منذ 35 سنة؟ ما الواجب علينا نحن كإريتريين تجاه هؤلاء المعتقلين؟ طبعا اليوم
من ولد في تلك السنة نعم. أصبح عمره الآن 35 سنة. نعم، ويزيد كمان طبعا. ويزيد. ومن كان عمره 10 سنوات وهو 45 يب. سنة أصبح رجلا بالضبط. مكتملا. نعم. ومعظم نساء المعتقلين نعم. أو المخطوفين على تعبيركم الجديد نعم. بقين بدون زواج ينتظرن نعم. أزواجهن. نعم. المعظم ما نعم. يعني معظمهن. نعم. وهناك بعض من رأت أن تطلق ويجوز لها أن تطلق. نعم. بفتوى نعم. العلماء. معروف إذا غاب الزوج في غيبة أكثر من 4 سنوات ولا يدرى هو حي أم ميت يجوز لها أن تطلب الطلاق فتفسخ عقدها منهم. نعم. لكن نحن نتحدث عن هذه الآلام الشديدة. نعم. أن هؤلاء النسوة ينتظرن أزواجهن بفارغ الصبر وليس هناك أي مجيب، والدولة لا تعطي لهذا أي اعتبار ولا تخبرهم بأي شيء. ما الذي ينبغي أن نفعله وما الذي فعلناه نحن خلال 35 سنة؟ وما الفائدة من هذه الذكرى؟ هل هو مجرد قراءة بيان وانتهينا؟ نعمل بيان لمعتقلي الرأي فقط؟ أين دور الأمم المتحدة؟ أين المنظمات الحقوقية؟ لماذا لم تتحرك هذه الجهود كلها؟ هل نحن نعجز كمسلمين إريتريين أو كإريتريين دون التفريق بين مسيحي ومسلم دون تفريق؟ لكن هل نعجز أن نقيم محاميين دوليين لفتح هذا الملف؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: من المتهم؟ من الذي اختطف هؤلاء؟ وماذا يعني من الذي اختطف هؤلاء وبماذا سيحاكمون مستقبلا؟ ما الذي ينبغي قانونيا؟ أنت رجل قانوني، أنا الآن أسأل رجل قانوني. برأيك هؤلاء لو امتثلوا أمام العدالة القانونية العالمية، ما العقوبة التي يستحقونها؟ طبعا عقوبات يعني لا، أجب السؤال الأول أولا. نعم. عن دورنا نحن كشعب إريتري. لماذا لم نقوم بتحريك العالم تجاه هذا الظلم؟ نعم. طبعا التقصير كله مننا كإريتريين مثلا، وبالذات إريتريين مسلمين اللي عايشين في الخارج. شيخ برهان مش كده؟ طيب، فلنفترض هؤلاء المعتقلين أنا أفترض كعمر الآن هؤلاء المعتقلين فيهم أبي وأخي، وفيهم ابن خالي وفيهم ابن عمي وفيهم كذا. إذا لم نفترض هذا الافتراض، كل واحد، إذا اعتبرنا مثلا المسلمين أو غير المسلمين في إريتريا 6 مليون، على الأقل من هؤلاء 6 مليون، 1,000,000 واحد فقط، 1,000,000 واحد اعتبروا هذه القضية، قضية المخطوفين، قضيتهم الأساسية، سوف يخرجون، لأن هذا النظام لا يعرف المجاملات. أما قضية القانون والحقوق والمحامي، نحن الآن لا نتعامل مع دولة أو مع حكومة، نتعامل مع عصابة إجرامية ظلت تخطف من غير عقوبة ولا من غير شيء يردعها عن ارتكاب هذه الجرائم. هذه العصابة التي ارتكبت جميع الموبقات في إريتريا من قتل وتشريد، يعني كل الإجرام مورث في تلك البلاد وحولت إلى سجن كبير. ماذا يعني نحن من اليوم قصرنا كثير. أنا لا أستثني أي حد من هذا التقصير. طيب، عفى الله عما سلف. الآن ما الذي ينبغي أن نفعله؟ يجب أن نتحرك أمام أوكار العصابة التي تسمى سفارات بداية من هذه السنة على الأقل، كمعارضين، كشعب عادي، كإنسان مسلم عادي، أي واحد. هذه المسائل مسائل إنسانية بالمناسبة، يعني ليست يعني فقط للإريتريين أو المسلمين في أي مكان. يجب أن ننشر هذه القضايا. هؤلاء المظلومين ماذا كان ذنبهم ليغيبوا ويختطفوا لأكثر من 30 عاما؟ جميل. هذا ذكرتنا به دكتور عمر. أنا أسأل الآن، نعم، ما هي الخطوات القانونية التي يقبلها المجتمع الدولي، تمام، نعم، ضد هذا النظام الذي اعتقل هؤلاء المظلومين؟ نعم. يعني ما الذي نقوله للإخوة الموجودين في أوروبا، في أستراليا، في أمريكا، في دول الخليج تجاه هذا الأمر؟ نعم، تمام، قانونيا بما يسمح لهم القانون. طيب، لأن الدول لا تقبل ما لم يسمح، هي ذاتها ستقوم بالاعتقال بالضبط إذا خالفت قوانينها. نعم، نعم.
اليوم ما المسموح لنا وأنت محامي دولي؟ نعم. ما المسموح لنا نحن كإريتريين نعم. مسيحيين ومسلمين نعم. أننا ندافع عن هؤلاء المعتقلي الرأي نعم. سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين؟ خطوات كثيرة يجب يعني القيام بها، منها مثلا المنظمات الحقوقية اللي موجودة خارج إريتريا. مثلا على سبيل المثال المنظمة الإريترية الكندية لحقوق الإنسان مقرها في أتوا، المنظمة الإريترية الكندية لحقوق الإنسان. ماذا واجب هذه المنظمة وغيرها من المنظمات اللي موجودة مثل التنسيقية الإريترية لحقوق الإنسان في بريطانيا وغيرها من المنظمات؟ التوثيق للجرائم، هذا ما يقدروا يعني اللي يقدروا مثلا يقوموا به، توثيق هذه الجرائم والمسؤولين عنها. هؤلاء المسؤولين الذين ارتكبوا هذه الجرائم، مثلا الذين خطفوا هؤلاء المشايخ وغيرهم، يجب التوثيق أسماءهم، عناوينهم، أين يوجدوا، موجودين فين، موجودين. في حالة زوال هذه العصابة من الحكم أو طردها من الحكم إن شاء الله، هؤلاء يقدموا للمحاكمة. ونحن يمكن نقتدي بمنظمات يعني كثيرة النقطة بالمناسبة. الأولى نعم. النقطة الأولى تواصل مع هذه المنظمات. نعم. النقطة الثانية توثيق جميع المعتقلين، هذه الجرائم كلها، المعتقلين ومن قام باعتقالهم بالمناسبة، ومن قام باعتقالهم، حتى مش هؤلاء فقط بالمناسبة، مش هؤلاء المتورطين في الاعتقال بالمناسبة، في جرائم قتل سوف نحكيها ان شاء الله، جزء منها حنحكيه ان شاء الله في الخطوات اللاحقة ان شاء الله، سوف نحكيها. جرائم ارتكبت يعني بدم بارد، يعني امام اعين الناس بالمناسبة. ومنها الجريمة اللي ارتكبت من 6 شهور في منطقة عشومة باقليم سمهر. هؤلاء الشباب الذين جاءت عصابة لتجنيدهم، ثم قاوموا اهل القرية هؤلاء المجرمين المعتدين، فقتل منهم في الحال شخص وجرح شخص آخر، يعني جروح بالغة بالمناسبة. لا أدري الآن إذا كان هو يعني شفي من هذا الجرح أم مات لحق بالآخر. طيب هذه الأخبار كيف نستطيع أن نوثقها ونظهرها للعالم؟ طبعا في كثير. نحن نعمل إيه؟ أولا ننزع حاجة اسمها الخوف. بالمناسبة الخوف من قلوب الإريتريين اللي موجودين سواء كان في الداخل أو الخارج. الإنسان الخايف دائما يقول لك الإنسان الخايف مهما وديته أي مكان حيظل خايف بالمناسبة. وأنا هنا بقينا أن نخاف 35 سنة، لا يمكن، وما تقدمنا ولا خطوة واحدة إلى الأمام. نعم. وما زال النظام هو متربعا على العرش. أيوه. وما زال النظام يعتقل من شاء ويسجن من شاء. نعم. حقيقة هنا نعم. يعني نشكر النظام. نعم. في إفراجه عن المسؤول مدينة جندع. نعم. قد سمعنا أنه نعم. أفرج مسؤول جندع الذي تم اعتقاله بسبب الشيخ آدم. وبما أن مسؤول جندع رجل مواطن مسلم إريتري يهمنا الإفراج عنه، نتقدم بالشكر لمحسن ونهنئ هذا الأخ الذي تم الإفراج عنه، ونرجو النظام أن يتعقل فيفرج عن بقية المعتقلين. نعم. هذه يعني على الهامش. هذه ذكرتها، هذا النظام المجرم، هذه العصابة، أنا لا أطلق عليه نظام بالمناسبة، هي عصابة، ومصر على لفظ العصابة بالمناسبة. الأستاذ عمر يحيى من أوائل الذين التحقوا بالجبهة الشعبية بالمناسبة. عمر يحيى هو المدير التنفيذي لمدينة جندع. نعم. من أوائل من التحقوا بالجبهة الشعبية، كان في قوات التحرير الشعبية ثم التحق بالتبعية إلى الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا. لكنه ماذا كان ذنب عمر يحيى؟ أستاذ عمر يحيى بالمناسبة، عمر يحيى لم يقل شيء، ما كان متهم أصلا، إنما اعترض على خطوة الاعتقال للشيخ آدم شعبان وسحبه. صحيح. قال لماذا لم تخطروني بالاعتقال؟ هذا كان سبب الاعتراض. الأجهزة الأمنية التي اعتقلت الشيخ آدم شعبان وسحبه اعترض على كيفية الاعتقال. حتى عمر يحيى لم يأتينا أنه كان أصلا اعترض على الاعتقال ذاته، إنما قال اعترض على كيفية الاعتقال ولم يخطروه هو. قال أنا مسؤول، يجب عليكم كنت أن تخطروني بسبب الاعتقال. أيضا وسأل عن سبب اعتقاله، قال الضغط علي من الشعب في بيان سبب اعتقال هذا الرجل. مجرد تساؤلات. أيوة، وبدأ يسأل. فالنظام قال له لا يحق لك أن تسأل. نعم. ويحق للنظام الأمني أن يعتقل من شاء في أي وقت شاء. طبعا. هذا المجرم، الرجل اللي كان اعتقل في جندع، مسؤول الأمن وابنه، يعني أنا سمعت والله جاتني معلومات، هذا الرجل المجرم وهو طبعا من الأندنت، من كبار الأندنت اللي موجود في جندع. مدينة جندع كما نعلم أن هي مدينة
مدينة إسلامية، مدينة إسلامية طبعا. فهذا الرجل حتى يمكن ما عنده تعليم بالمناسبة، رجل الأمن الذي مثلا كان مثلا دلوقتي يتطاول على عمر يحيى الذي أفنى حياته كلها في النضال من أجل القضية الإريترية. هؤلاء هذا الرجل المجرم وابنه يعني كان يتجول في مدينة جندع أمام مرأى ومسمع من الناس، واللي يعتقل حتى بالقتل بالمناسبة. هذا الرجل لو قتل شخص في جندع ما في حد يسأله. بالمناسبة شيخ برهان، بالمناسبة هذه زعيم العسابة أعطى حصانة من العقوبة ومن المحاكمة لكل من يقتل مواطن. بالمناسبة أحكي لك قصة الآن، أنا حكالي قصة صحفي إريتري شهير مقيم في أمريكا، يمكن الكلام هذا يمكن من 6 شهور بالمناسبة. كان في طفل في إقليم حماسين اللي هي في ضاحية من ضواحي أسمرة، طفل إريتري مسيحي يبلغ من العمر 13 سنة، وكان في الخارج، كان ذهب ليجمع حطب اللي هي مثلا يستعمل وقود للطهي وللأشياء ذي كذا، وكان معه حمار أكرمك الله. كان هذا الطفل جاءته قوة من العصابة وقالوا له وقف، يعني ما تجمع حطب. قالوا له، قال نحن نعتمد، قال أنا أهلي، أنا والدي متوفي، وأمي وأخواني يعتمدوا على هذا العمل. فلما شافوا الولد عمره 13 سنة حاججوا، ما كان إلا وأن أرداه قتيلا هذا الضابط للطفل هذا عمره 13 سنة، وأخذ الحمار. ثم أهل القرية تجمعوا وقالوا والله لماذا فعلت كذا؟ والله قال لهم تكتروا في الموضوع، قال أنا أجي يمكن أفتح فيكم نار. قال وخلاص الجماعة ديل شالوا الطفل ده واروه الثرى ودفن والموضوع انتهى. قصة ثانية هذا قبل 6 أشهر. قبل 6 أشهر في رمضان اللي فات هذا، مش الرمضان اللي فات هذا الشيخ برهان، رمضان اللي قبله، في منطقة من مناطق قرب إريتريا، مناطق المسلمين، كان في شاب من الذين يجندون. طبعا انت عارف الخدمة الإلزامية اللي يسموها خدمة إلزامية، واللي هي خدمة العبودية هذه السخرة، الذي يعني يستفيد منها النظام، وهي مدة طبعا غير محدودة وعارفينها. كان في شاب مسلم وهو عائل يعني له أطفال، فأطفاله حرفيا وهو موجود في الخدمة كان يشحد لقمة العيش من الجيران شبران. طيب. ثم أعطي 2 أسبوع فقط، هذا الشاب أعطي 2 أسبوع لكي يرى أسرته، فوجد أسرته في حالة مزرية، في طيب حالة مزرية. دكتور عمر أكمل لك بس ثانية واحدة بس أكمل لك هذه القصة. هذا الشاب لما شاف موضوع أسرته تأخر من موضوع رجوعه يمكن 1 أسبوع فقط لكي يعمل في فرن بتاعت خبز، ثم يقدم لقمة لأسرته. فعلموا به، جاءت قوة من العصابة وقالوا له أنت تأخرت 1 أسبوع، ثم ضربوه ضرب مبرح حتى يمكن شالوه وهو جنازة. بعدها بساعة شيخ برهان رجعتهم العصابة هذه في سيارة ورموا الجنازة أمام المنزل وخرجوا وما في حد سألهم، وأشياء كثيرة مثل هذه الأشياء. دكتور عمر، نعم. هذه القصص وغيرها أيضا كثير نسمعها، نعم، ولكن ليس هناك أي حجة ولا بيان ولا دليل نقنع به المجتمع الدولي بأن النظام يرتكب مثل هذه الأعمال التعسفية. نعم. أعمال التي تعدت حقيقة نعم. فوق الظلم. نعم. ما يقوم به النظام. نعم. يستمع إلينا هنا كبار المسؤولين وكبار الإعلاميين. نعم. وأيضا يستمع إلينا المجتمع الإريتري المسلم والمجتمع الدولي الحر أيضا. نعم. اليوم غزة وفلسطين نعم. أثبتت أن المجتمع الدولي، نعم، سواء كان مسلم أو غير مسلم، نعم، هناك من هو يعني يحكم بالعدل، نعم، ويحكم بالإنصاف، نعم، والحمد لله أنهم وقفوا ضد الصهاينة، نعم، الظلم المجرمين، نعم، وهؤلاء من غير المسلمين، نعم، بل أن أكثر المظاهرات نعم، في أمريكا وفي أوروبا وفي فرنسا وفي غيرها من هذه الدول، نعم، هم معظمهم من غير المسلمين، نعم، لأن هذا الظلم. نعم، حتى نحصل نحن هذا التأييد، نعم، من المجتمع الدولي ضد هذا النظام المجرم، نعم، الذي هو الآن ينكل بشعبنا، نحتاج إلى توثيق مثل هذه. مجرد سرد هذه القصص، نعم، الناس لا تقبل. نعم. جميل. نعم، جميل، سؤال نعم. جميل جدا. بالمناسبة تساؤلاتك هذه مهمة جدا شيخ برهان، ولذلك أنا يعني ذكرت من شوية المنظمات الحقوقية. هنا دور المنظمات الحقوقية بالمناسبة، والمنظمة الإريترية لحقوق الإنسان، المنظمة الإريترية الكندية لحقوق الإنسان والتي ذكرتها آنفا، هذه المنظمة إن شاء الله بدأت توثيق هذه الجرائم. بمعنى
القصة التي ذكرتها، قصة الطفل أو قصة الشخص الذي ذكرتها، هؤلاء هذه الوثائق بالمناسبة يجب توثيقها. ونحن نقول مثلا أي واحد جاب هذه المعلومات اسمه وكل شيء حيكون سري، ما في حد يعلم مثلا انه هو مثلا جاب المعلومات واشياء بسرية تامة وبحرفية ومهنية عالية. بالمناسبة الوثائق والقوانين يعني الإعلام الغزاوي مثلا، نعم. اليوم أي حادثة تحصل، نعم، أي أحد نعم، من الشعب الفلسطيني الغزاوي نعم، يوثق هذه الحادثة، نعم، ويبعثها إلى الإعلام العالمي، بالضبط. الجزيرة والحدث وغيره. بالضبط. لكن كمان في إريتريا شيخ برهان، لكن في إريتريا لا نسمع إلا قصص. لازم الأخذ في الاعتبار هذه البلد والتي كانت تعتبر يعني درة القرن الأفريقي في الأربعينيات والخمسينيات، هذه العسابة أرجعتها إلى العصور الوسطى. سمعت دونالد ترامب من أسبوع يمكن كان يهدد إيران بأنه حيرجعها إلى العصور الوسطى والعصور الحجرية. السياس أفورقي، وأنا هنا أعتذر عن ذكر هذا المجرم باسمه، أرجع هذه البلاد إلى العصور الوسطى. في غزة ذكرتها، رغم الجرائم الوحشية اللي موجودة في غزة بالمناسبة عندهم إنترنت يقدروا يوثقوا بالمناسبة. في إريتريا هذا الشيء حلم انك انت يكون عندك انترنت بالمناسبة. هذه البلد، هذا الرجل لكن وعصابته، الشعب عنده موبايلي، الشعب في ايديه جوالات. اين الانترنت؟ اين الانترنت؟ كيف حتوثق بدون ما يكون عندك انترنت؟ لا يوجد انترنت صحيح، لا يوجد. لكن لماذا لا يوثق هذا الشخص؟ لماذا لا يوثق هذا الموضوع؟ كما وثقوا لنا كلمة الحاج موسى محمد نور، في اشياء توثق لما ألقى الكلمة في أسمرة، نعم، في مدرسة الضياء، نعم، ألقى الكلمة وسجلت وسمعها العالم كله. نعم موجود هذا التوثيق. هذا التسريب الذي حصل، نعم. لماذا لا يحصل مثل هذا أيضا تسريب؟ بيحصل برضه. يعني نحن كيف نصدق الناس، كيف نجعل الناس تصدقنا على هذه القصص وعلى هذه الحكاوي التي نسمعها؟ لن يصدقنا أحد. موثقة بالمناسبة. الأحداث اللي أنا ذكرتها لك، هذه الحالات اللي ذكرتها لك موثقة. أين أدلتها؟ موجودة لدى المنظمات الخاصة، موجودة لدى المنظمات. حتطلع يعني يوم يعني بعض الشعب الإريتريين أو معظمهم يقف مع النظام يقول نعم. أنتم الذين تبالغون، وأنتم الذين تتهمون هذا النظام بهذه الأمور، هذا التوثيق، أنتم الذين تقومون ب يعني صنع البلبلة والحدث، ونحن لا نريد أن نكون مثل العراق، ولا نريد أن نكون مثل اليمن، ولا نريد أن نكون مثل كذا وكذا. يعني هذا كلام بعض إخواننا دكتور محمود، لما نقول لهم هذا النظام ظالم، يسجن، يقتل، ويمنع المساجد، يمنع يعني تداول الحريات وكذا، يقولون لا. هل قال هذا النظام هذا قال نحن لا نريد أن نكون مثل العراق وسوريا؟ هكذا يقول. هو حلم في إريتريا عشان تكون زي العراق وسوريا بالمناسبة، لأنه لا توجد دولة تشبه إريتريا في العالم الآن. حتى كوريا الشمالية هي متقدمة عن إريتريا لا يوجد شيء تقارن به إريتريا اليوم بالمناسبة، لأنه هذه عصابة الأندنت عدوها الأول هو الشعب الإريتري وإريتريا. هذه نظرة هيلي سلاسي شوبران، أنا ذكرتها عدة مرات بالمناسبة، لأنه عدوه الأول هذه العصابة هي الشعب الإريتري بما فيه المسلمين والمسيحيين بالمناسبة والتراب الإريتري، لأنه هذه العصابة وزعيمها عليه من الله ما يستحق لا يريد إريتريا أن تقوم لها قائمة. هذه نظرة الأندنت شيخ برهان، هذه نظرة الأندنت عندما صنعها المغبور هيلي سلاسي في بداية الأربعينيات. ماذا كان هدف الأندنت؟ تدمير المجتمع الإريتري. الأندنت لا تبني دولة، لا تبني مجتمع، بل تدمره وتقتله. والأندنت لأنه هدفها قدوتها مين؟ هو الأندنت دكتور محمود، قدوتها مين؟ بس خليل بس هذه النقطة. قدوة الأندنت هي العصابات الصهيونية اللي كانت في فلسطين المحتلة، زي عصابات الأرجون وعصابات الهاجانا اللي كانت موجودة، واللي هي كانت تعمل التفجيرات في الأسواق والأماكن الأخرى. نقطة أخيرة بالنسبة لحقوق الإنسان، الدكتور حسن المجمر رئيس قسم حقوق الإنسان في الجزيرة، قناة الجزيرة، شبكة الجزيرة لحقوق الإنسان بالمناسبة، كنت أتحدث معه يمكن من شهر، سألني قال توجد منظمات حقوقية قال في كل العالم العربي، قال نحن عندنا قال منظمة السودانية لحقوق الإنسان، المنظمة السورية، المنظمة العراقية، المنظمة المصرية، كل المنظمات قال، وأنتم يا إريتريين قال أكثر شعب تعرض قال للانتهاكات على الإطلاق في العالم، ولم نرى لكم قال منظمة حقوقية. فقلنا له إن شاء الله سوف تراها هذه المنظمات إن شاء الله قريبا بإذن الله. وبدأنا إن شاء الله نحن في المنظمة الإريترية الكندية لحقوق الإنسان، الشباب اللي موجودين إن شاء الله اللي ماسكين
العمل الوثائقي المهم إن شاء الله له اتصالات، وإن شاء الله سوف الناس ترى، وحيكون كمان إن شاء الله في الندوات القادمة في هذا السمر بإذن الله حيكون لهم نشاطات عديدة جدا بإذن الله إن شاء الله. كل واحد من يتصل بهذه المنظمة اسمه حيكون سري بالمناسبة، وأي وثائق أو أي معلومات موجودة عن الانتهاكات اللي بتمارسها عصابة الأندنة داخل إريتريا حتكون سرية، لا فيها أسماء لا فيها تشهير. هذه الوثائق شيخ برهان سوف لن تكون للإعلام بالمناسبة. الحقيقة أنا أول مرة أسمع عن هذه المنظمة، وهذا تقصير مني. نعم، هذا تقصير مني. أن المنظمة الإريترية الكندية لحقوق الإنسان، نعم، هذا شيء جميل رائع. نعم. وأنا أدعو كل محامي إريتري، نعم، كل محامي إريتري، مواطن إريتري في الخارج والداخل، مسلم أو مسيحي، نعم، أدعوه من هذا المنبر نعم، للتواصل مع هذه المنظمة، نعم، والتعاون معها في سبيل الدفاع عن المظلومين في إريتريا. نعم، كما أدعو أيضا هذه المنظمة وغيرها نعم، بالتواصل مع المنظمات الحقوقية الأخرى الدولية، نعم. وإن نعم. كانت هذه المنظمات الدولية أنتقدها أيضا من هذا المنبر، نعم. لأنها لم تقدم شيئا إلى الشعب الإريتري، فنريد أننا نحرك هذا الموضوع. نعم. ثم سؤال أخير، إلى متى هذا الظلم؟ هذا الظلم طبعا ده سؤال وجيه جدا. بتسأل إلى متى هذا الظلم عندما نشعر نحن كإريتريين بأن هذا النظام بالغ في القتل والإجرام ويجب إزالته. عندما نستشعر هذا الخطر الآن في المعارضة الإريترية شيخ برهان، في المعارضة الإريترية اللي ليها 35 سنة، أنا يعني ما من الناس اللي يشن هجوم على المعارضة بالمناسبة، لكن هذه المعارضة بجميع مسمياتها تطلق على زعيم هذه العصابة فخامة الرئيس فلان وفخامة السفير فلان فخامة الوزير فلان. إذا لم نعتبر إريتريا، خلينا نشوف الكلام هذا شيخ برهان، إذا لم نعتبر إريتريا بأنها محتلة من قبل عصابة إجرامية قتلت وشردت وأبادت خلال 35 سنة من غير سؤال ولا مسؤول ولا عقوبة، إذا لم نتدارك هذا الموضوع ونعمل على إزالة هذه العصابة من تلك البلاد، إريتريا سوف لن تتحرر. يمكن يهلك رأس النظام بالمناسبة، وربما يكون قريب هلاكه هذا المجرم، لكن ماذا بعده؟ يمكن يجي واحد ثاني. من البديل؟ أنا لا أحب يعني من البديل، لأنه كلمة البديل المجتمع الإريتري موجود فيه. القيادي سوف يأتي إن شاء الله ويتصدى للقيادة. المجتمع الإريتري مليء، يمكن ربنا إن شاء الله يقيد لنا شخص. لا، أنا سؤالي الآن، أنت قلت أن من هو على رأس النظام الإريتري نعم هو على مشارف الموت. نعم، الله أعلم، يعني الأرواح بيد الله. نعم. لكنه على مشارف الموت قد اقترب. الله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة وبعدها موت. أنا أتمنى شيخ برهان، من البديل؟ ماذا قدمت الأحزاب السياسية المعارضة؟ نعم. كيف سيواجهون المستقبل القادم؟ نعم. بعد رحيل هذا الرجل؟ ما الذي نحن يعني أنا أتساءل كإعلامي هنا. نعم. ما التصور الذي أيضا يراه حزب هيكدف؟ ما الذي تعرفه عن ذلك؟ أيوة، جميل جدا. بالمناسبة هذه كلمة من البديل تكررت كثيرا في الأحداث، مثلا في سوريا على سبيل المثال. نعم. سوريا، الساحة السورية كان فيها أكثر من 500 فصيل بالمناسبة، وخلال 14 سنة ناس وصلت إلى مرحلة اليأس بالمناسبة، وكان يقولوا مين البديل إذا بشار مشى. سبحان الله، ربنا قيد لهم شخص، الرئيس أحمد الشرع حفظه الله، خلال 11 يوم حرر سوريا، والآن دلوقتي ما شاء الله سوريا ماشية في خطوات، والسوريين رجعوا إلى بلادهم. أتمنى هذا السيناريو إن شاء الله بإذن الله يتكرر في إريتريا، لكنني أرجو بإذن الله هذا المجرم الذي قتل وشرد وعمل وأباد الآلاف، بالمناسبة تسببت عصابة هذا المجرم من البداية قبل في نسختها الأولى ولا النسخة الثانية قتلت مئات الآلاف. أتمنى أن لا يهلك هذا المجرم قبل أن نراه في السجن، قبل أن يأخذ جزاؤه عن القتل. ما قتل شعب وبس هذا المجرم بالمناسبة، وعصابته الموجودة معه قتل النساء، قتل الأطفال، قتل كل شيء بالمناسبة، حتى الثوار الذين استفاد منهم هذا المجرم وعصابته قام بتقتيلهم، بتشريدهم، بسجنهم، بعمل الأشياء كثيرة.
فأتمنى بإذن الله زوال هذا النظام، مش يهلك يموت موتة طبيعية، إنما أتمنى أن أراه أخذ جزاؤه وعقابه من الشعب الإريتري بعد تقيير هذه العصابة. جميل. مشاهدينا الأكارم، موضوع المعتقل، يوم المعتقل الإريتري موضوع مهم جدا جدا، وهو يتكرر كل عام، ولكن حتى لا يسألنا الله عن هؤلاء المعتقلين ونحاسب في تقصيرنا تجاههم، لا بد أن نقوم بشيء ينقذنا أمام الله سبحانه وتعالى. أقول الدنيا هذه سهلة ستمضي وسوف نموت جميعا، ولكن السؤال أمام الله: ماذا قدمتم لإخوانكم المعتقلين؟ ماذا سنفعل؟ هذا سؤال اجعله في بالك أيها المسلم، هذا سؤال اجعله في بالك أيتها المسلمة. أنا أخاطب كل العقلاء في النظام الإريتري، كل العقلاء: لماذا أعطيك إلى هؤلاء ولماذا سكت أنت؟ ستسأل. اليوم إذا لم نجد جهة تسألك، فجهة رب العالمين ستسألك، ولن تفر من هذا السؤال يوم القيامة. هذه أنت تعتبرها موعظة، اعتبرها، ولكنها كلمة حق. ستتذكر لما يأتيك الموت، ملك الموت، ويأخذ روحك، كل هؤلاء سيكونون في رقبتك. أعيد مرة أخرى: ماذا قدمنا للمعتقلين؟ باسمكم جميعا أتقدم بالشكر الجزيل دكتور عمر محمود على هذا اللقاء الرائع، وعلى هذه المعلومات الثرية. كما أشكركم مشاهدي الأكارم على حسن المتابعة. أسأل الله تعالى أن يتجدد اللقاء بكم وأنتم على خير. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في إريتريا خاصة وفي جميع أنحاء العالم عامة، وأنت على كل شيء قدير. هذا أخوكم برهان سعيد يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من أجل